قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكنا قد تحدثنا بالأمس عن أول دروس في فرائض الصلاة، وذكرنا أن أول فرض هو استقبال القبلة، يليه النية، والنية محلها القلب، لا يجوز أن تتلفظ أو أن تنطق أو أن تتكلم بها، إنما تجهيزك للصلاة يعد من النيات كما قال العلماء. يليه الفرض الثالث ألا وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام سميت بهذا الاسم لأنك بمجرد أن تكبر هذه التكبيرة يحرم عليك كل شيء كان مباحا قبل أن تكبر هذه التكبيرة، فلا يجوز لك بمجرد هذه التكبيرة أن تأكل وأنت تصلي، ولا أن تشرب وأنت تصلي، ولا أن تتحرك إلا للضرورة، ولا أن تتكلم إلا بذكر الله عز وجل كما ورد عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر هذه التكبيرة كان يقول الله أكبر. وذكرنا بالأمس أن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة، هي مفتاح الصلاة، فمن نسيها فلا سجود سهو له، ما لا سجود سهو، إنما الصلاة تكون باطلة لأنها مفتاح الصلاة ولأنها من فرائض الصلاة، فمن تركها عامدا أو ناسيا فالصلاة باطلة على السواء. وقلنا بأنه يستحب أن ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، يستحب أن ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كما ثبت هذا من هدي سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث مالك بن الحويرث وعن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حذو المنكبين، حذو المنكبين يعني بمحاذاة الكتفين. النبي كان بيرفع اليدين، كان بيرفع اليدين بمحاذاة الكتفين، وأحيانا بحيال الأذنين، يعني بموازاة أو بمساواة الأذنين كما في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم له كيفيتان في رفع اليدين، إما حذو المنكبين يعني حذو الكتفين، وإما حيال الأذنين يعني بمحاذاة الأذنين كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أضم الأصابع ولا رفع اليدين ولا أفرج بين الأصابع؟ لم يرد في هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه للصلاة نشرهما يعني فرق بين الأصابع، حديث ضعيف ولا يصح. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه ضم أصابعه، وأيضا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عند الطبراني وإسنادهما ضعيف ولا يصحان عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. ده بالنسبة للفرض الثالث.
أما الفرض الرابع من فرائض الصلاة القيام مع القدرة. القيام في أثناء الصلاة فرض من فرائض الصلاة. نذكر الأدلة على هذا الفرض بعد الأذان، وأذكركم بترديد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبعد ترديد الأذان يستحق أن تقول هذه الكلمات كما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ثم تصلي ما شاء الله لك أن تصلي بين الأذان والإقامة. ثم عليك بالدعاء، فإن الدعاء في هذا الوقت لا يرد كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرض الرابع من فرائض الصلاة القيام في الصلاة مع القدرة. القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة. القيام يعني إيه؟ يعني تصلي وانت واقف، تصلي واقفا. هذا ركن من أركان الصلاة. فمن صلى جالسا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. أكرر: من صلى جالسا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة. ده بالنسبة لصلاة الفرض، بالنسبة لصلاة الفريضة. أما في صلاة السنة فسوف نعرف أنه يجوز لك أن تجلس حتى ولو كنت قادرا على القيام، حتى ولو كنت قادرا على القيام، كما سوف يأتي بإذن الله. طيب، ما هو الدليل على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة بدونها تبطل الصلاة؟ هو قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا دليل على أن القيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة بدونها تبطل الصلاة إلا من له عذر، إلا من له عذر من الأعذار الشرعية. الدليل من السنة على أن القيام
من فرائض الصلاة هو ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير. مرض البواسير مرض قديم وليس مرضا جديدا، مرض قديم. كانت بي بواسير، عارفين طبعا مرض البواسير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني ما الذي أصنعه في الصلاة. تعرفين مرضى البواسير لا يستطيعون أن يصلون قياما، ما بيقدروش يصلوا قياما. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، يعني ماذا أصنع في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما. لابد أن أنت تصلي قائما يعني واقفا. فإن كان لك عذر فإن لم تستطع فقاعدا يعني اجلس إذا كان لك عذر. فإن لم تستطع، مش قادر حتى تجلس، مش قادر تجلس في الصلاة، فعلى جنب يعني نائما. هل رأيتم يا جماعة ما لك من عذر في ترك الصلاة؟ أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن كثيرا من الناس إلا من رحم الله عز وجل عندما يبتلى بمرض يترك الصلاة. يقول لك: ليس على المريض حرج. أيوة يا مولانا، ليس على المريض حرج يعني إن أنت تصلي على الكيفية التي تريحك، مش إن أنت تترك الصلاة. أنت مش قادر تقف، اجلس. مش قادر أجلس، على جنب يعني وأنت نائم. مش قادر أقوم أتوضأ، مش لاقي حد يجيب لي مية، تيمم وأنت على الفراش. مش قادر حتى تيمم، صلي بغير وضوء ولا تيمم. ليس لك عذر في ترك الصلاة، ليس لك عذر أيها المريض. أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ليس لك عذر في ترك الصلاة. الصلاة فرض حتى على العاجز، على المريض مرضا شديدا، على المحتضر اللي بيحتضر قبل موته يجب عليه الصلاة. ليس لك عذر في ترك الصلاة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما ثبت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. واحد يقول لي: استنى يا مولانا، طب افرض أنا قادر على القيام وصليت جالسا، مع إن عندي قدرة إن أنا أصلي قائما يعني واقفا، ومع ذلك جلست، صلاتك باطلة. طيب أنا مريض ولا أستطيع أن أقف، مش قادر أقف، فهل يجوز لي أن أصلي جالسا؟ نعم يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فقاعدا. طيب هاخد نفس الأجر بتاع القائم؟ يعني أنا مريض مش قادر أقف، هل لو أنا صليت وأنا جالس هاخد الأجر كاملا ولا هينقص من أجري؟ إذا كنت مريضا أو صاحب عذر سوف تأخذ الأجر كاملا. طب وأنا جالس وأنت جالس، لأنك مريض، ولقول الله عز وجل: ليس على المريض حرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إذا مرض العبد أو سافر. لفظة سافر دي متكلم فيه، مع إنها رواه البخاري، تكلم فيها الدارقطني وغيره، لكن إحنا بصدد إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني العبد إذا مرض ومش قادر يؤدي العبادة
كما كان يؤديها وهو صحيح يعني سليم، يكتب الله تبارك وتعالى له الأجر كاملا كأنه صحيح. واحد مريض مش قادر يعمل العبادات اللي كان بيعملها وهو سليم، ربنا تبارك وتعالى من رحمته يكتب له كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح لأنه مريض، وربنا تبارك وتعالى رفع الحرج عن المريض، رفع الحرج عن المريض، وهذا من رحمة أرحم الراحمين جل وعلا. فإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فأنت طالما لك عذر وجلست في الصلاة تأخذ الأجر كاملا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده بالنسبة لصلاة الفريضة. أما بالنسبة لصلاة النافلة يعني لصلاة السنة، يجوز للإنسان أن يصلي جالسا حتى ولو كان قادرا على القيام. في صلاة السنة لها حكم آخر. لو أنت قادر على القيام، قادر أن أنت تقف، ومع ذلك صليت جالسا في صلاة السنة، صلاتك صحيحة، لكن ينقص من أجرك. ينقص من أجر قد إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. لو انت صليت السنة وانت قاعد، مع انك عندك قدرة ان انت تصلي وانت واقف، بتاخد نصف اجر القائم، بتاخد نصف اجر القائم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد في صلاة السنة صلى نائما، صلى وهو نايم على جنبه، هل صلاته صحيحة؟ لو صلى السنة وهو نائم على جنبه صلاته صحيحة، لكن يأخذ نصف أجر القائم. ها؟ كده حلو قوي. صلاة القائم في السنة أفضل، لكن لو أنت قعدت في صلاة السنة صلاتك صحيحة بس بتاخد نصف أجر القائم. طب لو أنت نمت وأنت بتصلي السنة، لو أنت نمت وأنت بتصلي السنة بتاخد نصف أجر القاعد، بتاخد نصف أجر القاعد كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يعني بسنة كان يصلي الصبحة قاعدا. الصبحة يعني صلاة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال عمره يصلي السنة قائما يعني واقفا، لكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام يعني سنة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة جالسا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة جالسا عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى خلاصة الكلام يا جماعة، القيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة. لو أنت صليت في صلاة الفرض جالسا مع قدرتك على القيام يبقى الصلاة باطلة. لو أنت لك عذر بتأخذ الأجر كاملا، تأخذ الأجر كاملا. أما في صلاة السنة يجوز لك أن أنت تصلي قاعدا حتى ولو كنت قادرا على القيام، بس بتاخد نصف أجر القائم. ولو أنت صليت وأنت نائم على جنبك في صلاة السنة بتاخد